الخير على كل متابعينا. معاكم عمرو الوكيل العقاري في العجمي، وتحت امركم في اي حاجه. لو عايز تبيع شقتك، لو عايز تشتري شقه، محتاج اي سؤال في المجال العقاري، اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك، سواء كنت انا وكيلك اللي ببيع لك او بشتري لك او لا. انا هرد عليك على ارتفاع سعر الشقق في العجمي، وايه سبب ارتفاع سعر الشقق في العجمي. لان الناس بتتكلم وبتقول ان مكاتب التسويق هي اللي رفع سعر الشقق وكده. انا كمكتب تسويق ماليش اي علاقه بارتفاع السعر، يعني انا ما برفعش لحضرتك سعر. انا بيجي لي السعر من خلال مالك الشقه وانا بعرضه على العميل. اما التفاوض فالتفاوض بيكون في وجود صاحب الشقه. تمام. فيعني احنا كمكاتب تسويق انا او غيري، فاحنا ملناش علاقه بارتفاع الاسعار ده نهائي. عشان الناس اللي بتتكلم وبتقول المكاتب والسماسره، المكاتب والسماسره من مصلحتها ان البيعه تمشي وان الديل يخلص ويتم، عشان خاطر ناخد العموله اللي احنا متفقين عليها. تمام. احنا بالنسبه لنا احنا عايزين الاسعار تنزل مش تطلع، عشان خاطر نعرف نشتغل. لان طبعا كل ما الاسعار بترفع كل ما حركه البيع والشراء بتقل، فاحنا من مصلحتنا ان حركه البيع والشراء تزيد ما تقلش. تمام. فهو ده الموضوع باختصار، ان احنا كمكاتب تسويق ملناش اي علاقه بارتفاع الاسعار. تمام. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.